ازيكم يا اجمل شباب؟ لو بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصل لكم الملخصات الجايه. وبيبدا فيلم النهارده بدكتور وعالم اثار اسمه هيبر، وبيكون موجود في صحراء شكلها غامض وفيها كهف بيكون موجود عشان بيدور على عيلته اللي اختفت سنه 1970، وهم في رحلتهم في تدوير نافوره الشباب، اللي بنعرف ان كان في اسطوره بتقول ان النافوره دي بترجع الصحه والشخص شاب من اول وجديد على حسب ما الناس كانت بتحكي وبتقول في الوقت ده. وبيقول هيبر ان هو يوصل لمكان الكهف ده، ولكن بيلاقي هناك شخص غريب الاطوار بيكون لابس لبس مش من العصر الحديث وكانه متجمد في مكانه وما بيتحركش. فبيخاف هيبر جدا وبيرجع على بيته تاني. وبنعرف ان هو كان ناوي ان يستكشف الكهف ده مع اصدقائه تيلر وجاكي، لكن بيقول لهم ان الموضوع اختلف وان هو مش ناوي انه يروح، وما بيرضاش يحكي ليهم على اللي شافه هناك، وده لانه خايف عليهم لا يتعرضوا للخطر. وتاني يوم بيقرر هيبر ان يروح لوحده الكهف، واول ما بيقرب من الكهف بيربط حبل متين في الصخرة على اول الكهف، وبيدخل وبيلاحظ ان في طبقة عازلة ما بين الكهف والعالم الخارجي، ولكن ما بيهتمش وبيدخل وبيلاقي ان الرجل غريب الاطوار ده بدأ يتحرك قدامه بعد ما كان متجمد. بيعدي على وجود هيبر في الكهف يومين بحالهم، وبيكون تيلر وجاكي قلقانين عليه جدا بسبب اختفائه لمدة يومين، وبيقرروا ان هم يروحوا يدوروا عليه عند الكهف، لكن بيكتشفوا ان هيبر اخد العربية بتاعتهم. فبيتصلوا على صاحبتهم كارا واللي بتكون حبيبة تيلر وان هي تيجي توصلهم بعربية ابوها، وبالفعل بتروح وبيكون معاها اختها الصغيرة. اختها بتكون جايبة معاها زميلها فيرب لان بيكون عندهم مشروع في المدرسة. واول ما بيوصلوا للكهف بيلاقوا عربية عيلة هيبر، فبيعرفوا ان هيبر طول الوقت ده بيبقى عايز يجي الكهف عشان يدور على عيلته، وكمان عايز يكتشف البشر اللي اختفوا من ايام السبعينات. وبيلاحظوا فيه حبل طويل بيوصل لمكان الكهف، لكن بيستنتجوا ان الحبل ده مش بتاع هيبر لانه بيبقى شكله قديم جدا. وكارا بتلاحظ ان الانعزال بتاع الكهف انه مختلف عن العالم الخارجي زي ما هيبر لاحظ بالظبط، وان الجو الكهف مختلف عن بره خالص، لكن ما بيهتموش وبينزلوا ما عدا فيربي اللي بيفضل فوق لانه بيكون خايف انه ينزل بالحبل. وبيكون في نفس الوقت ده لسه هيبر ماشي ورا راعي الغنم اللي شافه لحد ما بيلاقي صوت صريخ عالي جدا، وبيخاف وبيجري وبيخرج من الكهف، لكن بيلاقي ان بقى بالليل رغم ان هو داخل الكهف من 5 دقايق بس، والشمس كانت موجودة. والغريبة اكتر ان لقى عربيته متغطية بالاشجار وكأنه كان بعيد عنها بقاله عشرات السنين. وكمان بيلاقي عربية كارا والشنطة بتاعت صاحبه وبيبقى مش فاهم ايه اللي حصل، فبيقرر ان هو يدخل الكهف تاني. وفي نفس الوقت بيكونوا صحابه في الكهف بيستكشفوه، وفجأة بيسمعوا صوت صريخ عالي جدا، فبيخافوا والكل بيجري وبيحاول ان هم يخرجوا من الكهف. ولكن جاكي اول ما بتمسك الحبل عشان تخرج بيتقطع وبتقع، وبيتصاب تيلر وهو بيحاول ان هو ينقذها. فبيستنتجوا ان فيربي هو عمل فيهم كده وقطع الحبل من فوق عشان يتحبسوا في الكهف، وبيحاولوا ان هم يتواصلوا مع فيربي من خلال اللاسلكي اللي معاهم، لكن ما بيردش عليهم. وفجأة بيسمعوا صوت تشويش من اللاسلكي كأن حد بيستغيث، وبيفتكروا ان ده فيربي وحد بيعمل فيه حاجة. ما بيكونش عندهم حل غير ان هم يدوروا على مخرج، فبيسيبوا جاكي قاعدة عشان رجليها متصابة، وبيروحوا هم يشوفوا مخرج تاني لحد ما وصلوا من الناحية التانية من الكهف، وبيلاقوا حبل مقطوع. وفجأة بيلاقوا جثة فيربي على الارض ورقبته مكسورة، وبيتصدموا اول ما بيشوفوه، وبتكون الكاميرا بتاعته محطوطة جنبه، فبيفتحوها عشان يشوفوا ايه اللي حصل. وبالفعل بيفتحوا الكاميرا بيلاقوا ان فيربي كان مصور نفسه لما لقى كتاب مذكرات ابو هيبر، وكان بيحكي فيه اللي حصل في الكهف. وبيعرفوا ان الكهف ده فيه مية سحرية قادرة انها تشفي اي حد من اي مرض، وان ابو هيبر ده نزل الكهف مخصوص بسبب المرض اللي عنده اخت هيبر لان بيكون المرض ده ملوش علاج. فقررت عيلة هيبر انها تنزل الكهف عشان تلاقي المية دي. ويكون عدى على فيربي 3 ايام، وبيبقى قلقان على اصحابه لا يكونوا ماتوا، وبيقرر ان هو ينزل عشان يتكلم معاهم وكمان عشان يجيب مفتاح العربية ويقدر يمشي من المكان. ولكن اول ما بينزل من الحبل اللي كانوا نازلين منه الحبل بيتقطع وبيقع. ولكن بنعرف ان فيربي اول ما وقع ما مات وفقد الوعي لمدة ساعة، واول ما بيفوق بيلاقي واحد داخل عليه وبيفكر ان هو تيلر، لكن بيلاقي شخص غريب وهو اللي قتله. وبتاخد فينسي بالها ان في حاجة غلط في الوقت لان بقالهم ساعة بس في الكهف، وبسبب ان تيلر وجاكي مصابين فما بيقدروش ان هم يتسلقوا على الجبال، وما بيكونش فيه غير كارا وفينسي. وكارا بتبدأ الاول لانها كبيرة وبتبدأ تتسلق على الجبل عشان تخرج من الكهف وتطلب المساعدة لباقي اصحابها، لكن اول ما بتخرج ما بتكونش قادرة تتنفس. وكمان بتلاقي ان العالم متغير ومفيش حاجة جنبها غير الصخور وعاصفة شديدة قوي جاية عليها وشكل مثلث غريب في الفضاء. وبتحاول ان هي تطلب الشرطة لكن ما بيكونش في اي شبكة، وبترجع للكهف بسرعة قبل ما تتخنق. وبتروح تعرف اصحابها انها ملحقتش تعمل حاجة لان بقالها ثواني مش اكتر، لكن صحابها بيعرفوها ان هي بقالها نص ساعة بره. ساعتها بيعرفوا ان الوقت في الكهف بيمشي ببطء شديد عن العالم الخارجي،
واي حركة في الكهف بتحصل ببطء شديد جدا. وتيلر بيقول ان الحبال المربوطة بره عدى عليها وقت طويل وانها اتقطعت وهما بيحاولوا يطلعوا عليها، وبسبب انها بقت قديمة جدا فبتتفرج فينسي تاني على تسجيل فيربي وبتلاحظ ان الشمس كانت بتشرق وبتغرب بسرعة جدا. ولما كان فيربي بيقع من على الجبل كمان بيطلع تغيرات في الجو وفصول بتيجي في نفس الوقت، وبيعدي على وقوعه من الفتحة سنة كاملة. وساعتها بنعرف ان المجموعة دي عدى عليها 5400 سنة في الكهف اللي عدت عليهم دقايق. وبتطلع كارا تتسلق الفتحة من جديد عشان تدور على مساعدة من اي حد، لكن بتلاقي سلم بينزل من الفتحة معمول بتكنولوجيا حديثة جدا، وبينزل منها رجل ضخم لابس بدلة فضاء. وفجأة بيظهر الشخص الكهفي اللي هجم على فيربي وقتله وبيهجم على الناس الفضائيين، لكن الانسان الفضائي بيقدر ان هو يتخلص عليه. فبتخاف المجموعة من اللي بيحصل وبيهربوا وبيدخلوا جوه الكهف. واول ما بيدخلوا بيلاقوا جثة راعي البقر واهل هبر مقتولين، فبيعرفوا ان الاشخاص اللي عايشين بقالهم الوفات السنين في قلب الكهف هم اللي قتلوهم. فبيهجم تيلر على واحد منهم، لكن للاسف بيقتلوه بطريقة وحشية جدا. فبتخاف البنات وبتهرب بسرعة من الناحية التانية من الكهف. بترجع تاني كارا حبيبة تيلر وبتلاقيه ميت، وبتفضل تعيط على حبيبها لحد ما بيظهر الانسان الفضائي وبياخد جثة تيلر وبيحطها في بير المية، وبتحصل حاجة سحرية وبيرجع للحياة من تاني. وبيرجعوا البدائيين بيهجموا على الانسان الفضائي وبيقلعوه الخوذة من عليه، وبيبدأ الانسان الفضائي ان هو مش قادر ياخد نفسه، لكن بيقدر ان هو يتخلص منهم كلهم قبل ما يموت. وبرضه قبل ما يموت بدأ يعرفهم عن العالم الخارجي، وان هم بقالهم سنين بيدوروا عليهم، وان ما عادش في بني ادمين عايشة على الارض بعد ما اتدمرت بالكامل، وانهم حاليا عايشين في كوكب تاني خالص. وبيبقى مش قدامهم غير ان هم يا اما هيفضلوا في الكهف يا اما هيطلع لكوكب تاني. وفجأة تيلر بيلاقي هبر مصاب على الارض، وبيكون قدامهم طبقة فاصلة، وبيكون من الناحية التانية من الطبقة اخت هبر اللي مختفية من السبعينات. وموجود ناس مختلفة الاعمار والاجيال والفترات الزمنية، وكلهم بيتخانقوا على نافورة الشباب. وبيشرح هبر ان اللي هو استنتجه ان الكهف ده عبارة عن نظام زمني الغرض منه حماية النافورة، وانه كل طبقة ليها السرعة الزمنية الخاصة بيها. وبيكون الوقت في الطبقة العميقة في الكهف بيتحرك أبطأ بكتير من الطبقة الموجود فيها هبر وتيلر. ويستخدموا المجموعة المية السحرية في علاج إصابة جاكي، وبيحطوا كمان جثة فيربي وبيقدر يرجع للحياة. وفجأة بيهجم عليهم إنسان بقاله ألوفات السنين بيحاول إن هو يتخلص منهم، وبيهربوا المجموعة بسبب إن مفيش أي مكان يروحوا. فبيستخدموا السلم اللي الإنسان الفضائي استخدمه، وبتطلع كارا لنهاية الفتحة وبتلاقي طبقة ما بين الفتحة والمية. وبتحاول كارا إن هي تعدي من الطبقة دي لحد ما بتلاقي ايد مخلوقات غريبة بتمسكها، وبنعرف ان المخلوقات دي هم اصلا بشر، لكن مع تطور الزمن اجسامهم اتغيرت على شكل عمالقة. وبيلبسوا كارا قناع عشان تقدر انها تتنفس. وبترجع كارا تاني للكهف بعد ما لبست بدلة فضائية، وتطمن بقية المجموعة وبيخرجوا كلهم من الكهف، ومن ضمنهم فيربي وهبر واهله كلهم اللي اختفوا بقالهم سنين. وفي النهاية كل بيخرج وهم عايشين، وكلهم بيتجمعوا في سفينة فضائية ومتجهين لكوكب اللي عايشين عليه البشر. وفي الوقت ده بينتهي قصة الفيلم على كده. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الملخصات الجاية. كانت معكم روما من قناة افلام روما. سلام.